السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ النهاردة جايبه لكم يوم في رمضان. هنعمل فيه عصاير مع بعض وهنشوف في اليوم كده هيمشي ازاي. تمام. بصوا انا هعمل عصاير النهاردة عرقسوس، شايفين اهو. هنجهز العصاير كده من الصبح. وهيبقى عندي كذا نوع عصير. اول حاجة اللي هو العرقسوس ده. بصوا هتجيبوا طبق ألمونيا او اي حاجة ألمونيا عندكم عشان دي بتسخن بسرعة، لان العرقسوس بيبقى محتاج ان هو يخمر. تمام. فهجيب كده كده الصورة واضحة. هاخد منه كمية على قد ما انت عايزة. طبعا دي اول حاجة انا بعملها اول ما بصحى من النوم، بشوف العصاير اللي انا هعملها ايه، علشان هي بتاخد وقت ان انت تجهزيها. تمام اهو شايفين كده. طيب هتعملي ايه؟ هي كده كفاية قوي، الكمية دي حلوة عندي. هجيب بقى كربوناتو. هاخد معلقة كده صغيرة كربوناتو واحطها عليها كده. حبة صغيرين كمان، هو ده اللي بيخليها تخمر. تمام. وهعمل ايه؟ شوية مية بسيطة خالص. هو مفروض ان هي تتعمل بايديكي، يعني الاحسن يعني. بتعجنيها كده وبتدخلي كله في بعضه. تمام كده اهو انا خلصته. ماشي. طبعا ريحته وهو بيتخمر ريحته تحفه، انا اصلا من الناس اللي بتعشق العرقسوس يعني. خلاص. وتجيبي اي مصفى كده عندك او اي حاجه تغطي بيها الطبق ده، وكده جري على البلكونه تحطيه او في اي حته تدخلك منها شمس علشان نبقى ايه، يخمر. ودوت كده اول حاجه انا جهزتها. وبرده هوريكم بعد كده هعمل فيه ايه. تمام. طيب بصوا بقى هعمل ايه تاني. عندي بقى هعمل خشاف. عندي اهو بلح انا مكسراه اهو، ونقعاه في ميه، لسه حاطه له ميه دلوقتي. وهعمل ايه، هحط عليه تين، وهحط عليه اللي هي المشمشيه كنت جايباها من الهايبر وان اهو. وبرده هحط عليه زبيب. وهوريكم بقى هنعمل ازاي. اقطع بقى كده انا حطيت زبيب. التين اهو مش محتاج ان هو يتقطع بسكينه او حاجه، ممكن لو عايز تقطعيه بسكينه او بالمقص. تمام. ماشي اهو. في ناس بتحط له قراصية، انا يعني عادي ممكن تحطي له، بس انا مش بنحبه. ماشي. فانتي على كيفك يعني، وتحطي قراصية ممكن تحطي جوز هند. احنا القراصية وجوز الهند ملناش فيها قوي، فانتي اللي بتحبيه تحطيه. خلاص. هي التين دي اكتر حاجة بنحبها. برضو هتاخدي بقى اللي هي المشمشية دي. كل الحاجات دي سهلة اهي وبسيطة. تمام. هي المشمشية صغيرة مش محتاجة ان هي تتقطع، فهتحطي شوية كده، وهتحطي معاه شوية سكر بسيط عشان هو البلح بينزل السكر اللي فيه. اوكي اهو. حط معاكم كده. دي اول حاجة اخلصوا منها الموضوع العصاير ده اول ما تصحوا من النوم، او لو هتكونوا مجهزينه من قبل كده. تمام. مش هحط سكر تاني، هاجي قبل الفطار لو محتاج سكر كده هبقى ايه اظبطه. خلاص كده. بس هقفله بقى واشيله. يبقى انا كده عملت العرقسوس ومجهزاه، الخشاف اهوت ومجهزاه. هعمل معاكم برضو تمر، وهوريكم برضو بعمله ازاي. تالت مشروب هنعمله بقى مع بعض التمر هندي. تمام. انا بحب التمر اللي هو كده، مش بحب البودر بيبقى كله الوان صناعيه. اللي بحب التمر اللي هو الطبيعي. تجيبي شفشق كده لتر، تحطي فيه ميه، وهتقطعي التمر كده. في ناس بتغليه بس انا مش بغليه، بعمل كل حاجه يبقى سهله وبسيطه كده، مش محتاج ان هو يتغلي. انت لو سبتيه كده
لحد قبل يعني تسيبيه ساقع بس بره الاول شويه، وبعد كده حطيه في التلاجة عشان يبقى ساقع. ماشي، بس كده. وهحط له سكر، وهسيبه بقى هو يدوب مع نفسه، وبعدين ارجع احطه فين؟ في التلاجة علشان يبقى ساقع. اوكي، احط كميه سكر حلوه كده، لان دوت بيبقى ايه مزز كده ومحتاج سكر، ودي ميه كتير. خلاص، بسيبه بقى كله يدوب مع بعضه وينزل اللون بتاعه، وهسيبه وارجع اوريكم كل العصاير دي بعد ما تكون خلصت خالص. ممكن احط له حته كمان عشان يبقى ايه يغمق بسرعه. يبقى انا كده عملت 2 عصاير، والتالت العرقسوس لسه نخلصه مع بعض. اوكي كده. انا كده ايه رجعت لكم بعد ما خلصنا العصاير. هنعمل بقى مع بعض ايه الفطار النهارده. بصوا انا هعمل عامله ايه، عامله محشي ورق عنب. ماشي، شايفينه كده اهو. انا دوت حشياه ومجهزاه زي ما انتم شايفين كده اهو. بقطع تحت طماطم، فلفل، طرنشات، شرايح ليمون كده، وبحط اللي هو العروق بتاعه الورق عنب، وبحشي عليها في قلب الحله زي ما انتوا ايه شايفينه كده. اوكي، طبعا انا حاشيه الورق عنب ده ومجهزاه من بالليل. يعني بقول الورق عنب بيبقى شويه بياخد وقت، فانا خلصته من بالليل وسبت البتنجان والفلفل والكوسه مع بعض. هنحشيهم دلوقتي مع بعض كده. ماشي، دوت انا جهزته وهحشي دوت ايه معاكم. طيب عملت ايه تاني؟ برضو جهزت البطه، الراعي الرسمي للفطار في رمضان زي ما انتوا كلكم عارفين. تمام. بطايه اهي مغسوله ومتنضفه. برضو انا عملتها من بالليل مرتة، ما فيهاش اي حاجه خالص. بصل، ملح، فلفل، ورق لورا على حبهان مطحون، ودعكتهم مع بعض، وحشيت البطه من جوه ومن بين الجلد وبعضه. تمام كده. ودي ركناها من بالليل برضو في التلاجة. يعني انت برضو تجهزي لو يكون عندك اكل كده تجهزيه من بالليل، لان التتبيلات دي بتبقى محتاجه وقت اكتر. تمام، فانت لما تتبليها من بالليل بتبقى احسن ليكي. خلاص. طيب دي كده ايه هركنها ايه على جنب معاكم. خلاص، هحشي بقى معاكم ايه البتنجان والفلفل والكوسه. انا ما بجيبش فلفل رومي، نادر يعني لما بجيبه. خلاص، اهي عندي دي الخلطه دي اللي انا حشيت منها امبارح الورق عنب اهو، شايلها في التلاجة. اكمل منها بقى النهارده البتنجان والفلفل. البتنجان والفلفل ما يتحشيش من بالليل، لو كان يتحشي كنت حشيته وجهزته، بس ما يتحشيش من بالليل علشان بيجلد لما بيقعد في التلاجة وهو محشي. لا، انا مقوراه وغسلته اهو زي ما انتم شايفين كده. والكوسه اهي برده متقوره، وبعملها بظهر المقوار من ورا كده، بتديني الشكل ده، بيبقى شكلها كده حلو. خلاص. طيب هحشي بقى، وانا بحشي معاكم كده كام واحده كده. هقول لكم بقى انا الخلطه دي بعملها ازاي. بتاعه المحشي دي انا بعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا. خلاص. مش بحط عليها توابل. انا بجيب بصلتين كبار، طبعا على حسب الكميه بتاعتك، انت ممكن تجيبي اكتر من كده لو هتعملي كميه اكبر. البصل فيها كتير في خلطه المحشي بيبقى حلو، بيديله طعم حلو. خلاص. هتجيبي البصلتين وتحمريهم في زيت. انا ما بعملش في سمنه، بقليه في زيت ذره. وتسيبيه كده بس يصفر شويه، وبعدين طماطم تكون مضروبه في الخلاط، وتنزلي عليها على البصلايه وتسيبيه يسبك شويه. وبعد ما تسبك تحط لها ملح وفلفل اسود. انا ما بحطش في المحشي غير ملح وفلفل اسود بس، مش بحط بهارات خالص بتاعه المحشي. ماشي. وانت بتحشي البتنجان او الكوسه تخلي بالك ان هو ما يكونش، يبقى في مسافه كده، ما يكونش لحد فوق، لانه لما بيستوي الرز بياخد مكان يعني. طيب وبعدين بحط الخضره واحط الرز واشوحه شويه على البوتاجاز. يعني انا بسيبه شويه يتشوح على البوتاجاز الرز لحد ما يشرب من الصلصه بتاعته وكل حاجه. خلاص كده. بس طريقه سهله يعني وبسيطه، فما حبيتش ان انا اصورها لكم، لان يعني اغلبكم عارفها، واللي مش عارفها اديني قلتها له. تمام.
وبس كده. وسلقت الورق عنب وحشيته زي ما انتوا شفتوا. والحله بتاعتك بتقومي جايباها وتحطي فيها طرنشات طماطم وفلفل، فلفل حامي او رومي زي ما انت عايزه. وما تنسيش طرنشات الليمون وعروق الورق عنب بتحط في قلبيها. خلاص. وانت بتسقي الورق عنب بتحطي الشوربه، بتحطي فيها ليمون، عصر ليمون بيخليه مزز وطعمه حلو. وبعمل جنب الورق عنب دوت يعني اساسي عندي، بعمل سلطه الزبادي. وبرده هوريكم وانا بعملها دلوقتي، تابعوا معايا لحد اخر الفيديو. وما تنسوش بس تعملوا لايك علشان يعني يكبر، يوصل لاكبر ناس والناس كلها تشوفه. تمام كده. وهحشي بقى انا بقيه الحاجات ديت. بصوا الناس بقى برضو قبل ما افصل كده هوريكم حاجه. الناس اللي هي بتبقى مستغربه من الفلفل ده، انا بحشي الفلفل ده لانه بيبقى حامي شويه، مش بحب الرومي عشان بيبقى بارد. او لو بحشي رومي، بصوا بقى بعمله كده. لو بحشي الرومي بسيب شويه الرز في الاخر واحط عليها فلفل. تمام. وبعدين ايه، احط عليها شطه، قصدي سوري معلش. وبعدين بقوم حاشيه بيه على اساس ان الفلفل يبقى حامي. خلاص كده اهو. دي بشيلها كده اهو زي ما انتم شايفين كده، شايل القلب بتاعها. وبحشيه عادي بمنتهى السهوله، يعني مش بيبقى بنقي بس الفلفل اللي هو الكبير شويه. تاخدي حبه صغيرين وتحاولي ايه تنزليهم لتحت كده. كده واضح. طبعا اللي حابب يعمل رومي عادي، يعني انا بوريكم انا بعمل ايه. وبرده مش بملى لحد الاخر. خلاص هخلص الكميه دي. هحط البطايه. طبعا تجهزي الحاجات ديت كلها قبل العصر، عشان على العصر كده تحطي عليها على البوتاجاز، تحطيها على البوتاجاز وتشغلي عليها وتكون استوت معاكي. الميه غليت اللي هسلق فيها البطايه. هحط بصلايه في قلب الميه. تمام. هحط فلفل اسود، معلقه فلفل اسود. وما تنسوش ان البطه محطوط فيها البصل، مرقه البصل بالفلفل الاسود. مش هحط ملح دلوقتي خالص، هسيب الملح ده لاخر حاجه علشان خاطر ايه، ما توقفش عمليه السوا بتاعتها. دوت عندي حبهان على ورق لورا مطحون هحطه معاها. اوكي ماشي. وهحط بقى البطايه معاكم دلوقتي. بسم الله اهو. حطها معاكم كده. بس انت هتحطيها بقى كده. انا حطاها بدري شويه، هسيبها تستوي براحتها واغطي عليها اهو. تمام. وتستوي بقى وبعدين هشيلها وبنشوفها بقى واحنا مدخلينها الفرن. سلطه الزبادي. بصوا كده، عندي كوبايه زبادي بلدي اهو، انا كنت عاملاه. ماشي. هنا الطبق اللي انا هعمل فيه سلطه الزبادي، حاطه فيها فص توم او فص توم مهروس اهو، بس دوت المجمد اللي انا عاملاه. ماشي. كل ده بجهزه وبركنه قبل الفطار اهو. الزبادي دي بقى سلطه الزبادي اللي بناكلها دايما جنب ورق العنب، بتبقى تحفه كده. وفي رمضان في الصيام وكده بترطب كده، تحسي ان هي خفيفه وحلوه، بتخلي المحشي لذيذ. دي كانت نص كوبايه برضو اللي كنت بعملها الخميره، هضيفها عليها عشان انا مش محتاجه اكتر من كده. تمام اهو. هقلب كده كله في بعضه. هي سهله قوي، مش هتاخد منك وقت خالص. ماشي. هعمل ايه، هاخد رشه كمون خفيفه مش كتير. ماشي. برضو رشه ملح بسيطه كده. تمام. رشه فلفل اسود برضو بسيطه كده. كل حاجات صغيره يعني مش محتاجه. هاخد بقى ايه، نعناع ناشف يكون عندك، حتى لو مش موجود عادي، بس هي النعناع بيديله طعم جميل جدا. فتشيلي منه اي كده حاجه فيه وبايدك كده شيل بس منه الحاجات دي. هاخد كمان حبه، بتديها ريحه حلوه وطعم جميل
وتريح المعده. كده اهو ضفت النعناع كله معاكم، اقلب كله في بعضه، وعصره نص ليمونه بس، مش هنحتاج حاجه تاني غير كده. تحطيها في التلاجة عشان تفضل ساقعه لحد ساعه الفطار. تتاكل بقى مع ورق العنب، بتبقى جميله. احنا عملناها كده في الطبق، وبعد كده نغرفها ونحطها في قلب الايه الطبق بتاع التقديم، بس هنحطها كده في التلاجة لحد ما نيجي نقدمها. وده كمان المخلل، كل التجهيزات اهي. المخلل ده مش عاملاه، ده جاي جاهز من بره. انا بحب بتاع بره قوي. وبعمل برضو ساعات في البيت، بس بتاع بره بتاع رمضان كده بتحسوا ليه طعم جميل يعني. حطيته في قلب علبه، وبرضو لما نيجي ساعه الفطار بتطلعي منه على قدك كده. بقى انا كل حاجه بجهز الحاجات اهو قبل الفطار، علشان ساعه الفطار نشوف احنا هنغرف السفره بتاعتنا ازاي. بصوا كده، بعد ما جبت العرقسوس من الشمس اهو، بيبقى لونه بيتغير كده. هوريكم بقى تعملوا مع بعض ازاي. بصوا انا كان عندي دي كانت جايه مع علبه. كنت جايبه عرقسوس جاهز في مره. فدي كانت جايه لي معي، فصراحه هي حلوه قوي بتنفع. فهوريكم دي بعملها ازاي، وبرده هوريكم ازاي لو مش عندك دي تعملي ايه تاني. ماشي. بصي، بحط كده، بحطها في قلبي. هي دي سهله، هي ميزتها ان هي سهله يعني، مش بقى بربط شاشه ولا كده. اهو كده كبسي الكميه اللي انت عايزاها. هنعمل بايدينا بقى، بتتقفل كده. اهم حاجه تتقفل كويس عشان ما تتفتحش مننا. بحطها في الحله كده. طيب لو مش عندك او عايزه تعملي بقيه الكميه دي، شاشه نضيفه. دي انا بعملها للعرقسوس بس، يعني بغسلها وبشيلها للعرقسوس. ماشي. بتجيبيها كده وتحطي فيها العرقسوس اللي عندك اهو. سهله برضو يعني، مش هنغلب يعني. في ناس بتعملها في شراب فيليه، ممكن برضو لو عندك يكون شراب طبعا نضيف، ما تكونيش بتستخدميه ولا حاجه. وبربطها. اهم حاجه ده كده يدخل جوه لجوه، وبربطها كده علشان ما فيش حاجه تطلع ولا تنزل. اهو تمام. وبرضو بحطها في الحله بتاعتي كده. خلاص. هجيب بقى ميه. بصوا شايفين، اول ما بتحطي على طول بينزل على طول، بينزل اللون بتاعه اهو. طبعا هملى الحله دي كلها ميه. استنوا بقى املى ميه تاني واجيلكم. هنكمل كده الحله ميه اهو. شايفين هو لونه اصلا على طول خرط ازاي وغير كده. كفايه. تمام. بصوا انت بقى بتمسكي الشاشه دي وتنزلي، شايفين الميه بتنزل منه اهو. ما بيتحطلوش سكر ولا بيتحط له اي حاجه، ده للناس اللي هي اول مره تعمله يعني، وسهل. ودي برضو نفس الحكايه اهي، شايفينها بتنزل ازاي. فانا بنيمها بقى كده وبسيبها. بسيب بقى طبعا ايدي نضيفه. بتسيبيها كده، انا بغطيها وبحطها في التلاجة باللي فيها ده لحد ما يخرج كل اللي فيها. وبعدين ساعة الفطار اقوم شايلاه واحطه في الشفشق هو كمان، يبقى مع العصير. يبقى كده انا خلصت ايه 3 عصاير. عملت معاكم التمر واهو، وبرده لونه غير شويه. وعملت معاكم الخشاف اهو، وسايباه برده يتنقع برده شويه واحطه في التلاجة يكون طري شويه. وكده عملت معاكم العرقسوس ونحطه. احنا كده عملنا النهارده 3 عصاير. نشوف بقى بعد كده بقيه الاكل يتعمل ازاي. كده البطه اهي بعد ما اتسلقت اهي، شايفين كده. هدهنها بقى، هوريكم هدهنها بايه عشان ندخلها تحت الشوايه مع بعض. هتجيبي طبق كده، عندك صلصه او كاتشب اللي عندك يعني اللي موجود، هتجيبي كده في طبق. ماشي. وعليها شويه زيت، مش محتاجين زيت كتير اهو.
وهنرش ملح وفلفل. تمام كده، بس خلاص مش هحتاج حاجه تاني. هقلب ده بقى كده مع بعض. دي بس علشان يديني لون، انا مش محتاجه، هي لو دخلت الشوايه كده برضو ممكن تديكي لون، بس كده عشان تحمر بسرعه ويبقى لونها حلو. تمام. تيجي بالفرشه بقى كده، دهنها كلها كده. خلصتها اهي، دهنتها من كل حته، شايفينها؟ تمام. آه، اولع الشوايه واحطها على طول تحت الشوايه، واقلبها، تقلبيها على طول، ونرجع بقى مع بعض نشوفها بعد ما تتحمر كلها وهيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا، بنتي عملت لنا جيلي وقطعت فيه تفاح، جيلي بالفراوله، وقطعت لنا فيه تفاح، وقالت لي لازم اوريه لكم يعني، واقول لكم ان هي اللي عاملاه. اهي، ايه رايكم؟ النهارده بقى في رمضان يعني، ربنا يستر علينا. كده خلاص خلصنا والمغرب بيأذن اهو. كل سنه وانتم طيبين. ادي السفره اهيت وكل الاكل جاهز ومرصوص اهوت. كل سنه وانتم طيبين. متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنه وانتم طيبين.